دخل الرجل إلى المشفى في عملية بسيطة، عملية ترقيع شرياني. عند أطباء القلب هي من أسهل العمليات، تستغرق العملية 3 إلى 4 ساعات، يجلس المريض بعدها في العناية يوم أو يومين وأسبوع في الجناح ثم يعود. لكنه يقول دخل هذا الرجل ولما أجريت له العملية وخرجوا به إلى العناية رأوا أن حالة الرجل تنحدر، لقد أصيب بهبوط في ضغط الدم. على إثر هذا الهبوط بدأ يظهر عنده مرض آخر، إن الكلى أصبح لا يصل إليها الدم، فبدأ يحدث فشل كلوي. نظروا إليه وبعد فترة حاولوا أن يسعفوه، لكنهم وجدوا أن الدم لا يصل إلى الرئة، فعرفوا أن الرجل أصيب بفشل في الرئة. حاولوا إسعافه، نظروا إلى الأشعة إذا بالأشعة بيضاء والاحتقان يظهر على كل أعضاء جسده. حاولوا إسعافه لكن مع تأخر الدم بدأ الكبد في الفشل، بدأت تتعطل بعض وظائف الكبد. يقول الطبيب وظل 14 يوم وهو في العناية لا يتحرك له ساكن، كلما نجحنا في أن نوقف عضو يخرج آخر ويبدأ في الفشل. وبعد 14 يوما اضطر الأطباء ليساعدوه على التنفس أن يفتحوا له فتحة في الحنجرة لتساعده على التنفس. فلما وضعوا له الجهاز بداخل الحنجرة أصبح صاحبنا لا يقدر على الكلام. يقول مرت الأيام وفي يوم من الأيام استفاق الرجل، فتح عينيه، أشار إلينا بيده، اقتربنا منه، حاولنا أن نسمعه فلم نسمع له كلام لأنه لا يحسن مع هذا الجهاز أن يتكلم. قرر الأطباء أن يركبوا له صماما حول هذا الجهاز حتى يستطيع النطق. فلما ركبوا له الجهاز وبدأ يتكلم قالوا ذكر اسم شخص واحد، قال اتصلوا على هذا، قال اقتربنا منه قلنا من هذا، قال اتصلوا عليه وقولوا له فليأتي، وإن أراد أن أكتب له بيتي كتبت، وإن أراد سياراتي أعطيته، وإن أراد رصيدي تنازلت عنه، لا أريد شيء. يقول الطبيب ظننا أنه يستدعي أحدا من أقاربه، لكننا فوجئنا، رفعنا الاتصال وقلنا له السلام عليكم، فلان عندنا وهو مريض وقد بدأ يتحسن قليلا وبدأ يطلبك. يقول سكت المستقبل وقال من فلان؟ قلنا فلان، قال فلان ابن فلان، قال نعم هو مريض وقد بدأت تتحسن حالته، قال قل آمين، فقلت آمين، فقال أسأل الله ألا يجعله أحسن. يقول صعقنا تعجبنا، قلت له يا أخي اتق الله إنه الآن مريض وإنه يستنجد بك، فكيف تقول هذا؟ قال أنت لا تعلم ما الذي فعله بي. قال كان عندي كثير من الأملاك، عندي أرض وعندي عقارات، ذات يوم استدعيت إلى المحكمة بعقد مزور أمام القاضي أنني قد بعت جميع ما أملك، فلما وقفت في ساحة المحكمة وأمام القاضي إذا بي أجد هذا الذي قد ادعى علي يأتي بشهود، من بينهم هذا الشاهد. وقف أمام القاضي وقال للقاضي أقسم بالله أني حضرت مجلس البيع وأن هذا الرجل قد باع لهذا الرجل جميع ما يملك، وصاحبنا معه عقد مزور وجاء ومعه الشهود. قال نظرت إليه وأنا في ساحة المحكمة وقلت له يا هذا أقسم بالله أني لم أراك قبل هذا الموقف. قال لا تكذب، لقد عاينت بأم عيني توقيعك وأنت توقع على بيع جميع ما تملك. قلت له يا هذا سأخاصمك بين يدي الله. نظر إلي بقلب قاس وقال يا أخي لا تتمسكن أمام القاضي، دعك من هذا، أنت قد بعت وأنت كاذب. حينها وأنا في ساحة المحكمة رفعت بصري إلى السماء وقلت يا رب أما الذي أخذ أرضي فإني لا أسامحه، لكن هذا ماذا أفعل به؟ والله لا أسامحه أبدا. قال ومرت الأيام وأنا منذ 3 سنوات أنام على الأرض بسبب هذه الشهادة الزور، فلم تمر علي ليلة إلا وأنا أقوم بين يدي الله في كل ليلة وأرفع يدي إلى السماء وأقول اللهم لا تمته حتى يفشل كل عضو من أعضاء جسدي. يا الله يا الله إنه الجبار، يا كل ظالم، يا كل متسلط بقوتك وبكيدك وبمكرك سيقف الجبار أمامه، سيمسح على قلب هذا المظلوم ويؤنسه ويعوضه. فإذا تسلط إنسان على إنسان فليستفق، وأنت أيها الضعيف
عليك في كل حالاتك أن تلجأ بقلبك إلى مولاك، فإذا لجأت إلى مولاك فاعلم أنه حتما سيتولاك.